أهلا بيكم في تيشو توك. في الفيديو اللي فات عملنا مقدمة عن الهيستولوجي. النهاردة هناخد أول خطوة، الخلية والأنسجة. أول حاجة هنعرفها يعني إيه كلمة هيستولوجي. كلمة هيستو دي كلمة لاتينية بالإنجليزي تساوي تيشو. أولوجي يعني علم، يعني على بعضها علم الأنسجة. بندرس فيه السيلز والتيشوز والأورجنز أوف ذا بادي. بنشوف فيه إزاي كل خلية ليها وظيفة معينة وتركيبها ده بيساعدها إنها تأدي الوظيفة دي. أمال يعني إيه كلمة سايتولوجي؟ كلمة سايت يعني سيل، وزي ما اتفقنا أولوجي يعني علم، يبقى ده معناه علم الخلية. يعني هو العلم اللي بيشوف الستراكشر والفانكشن والموليكولار كونستراكشن بتاع السيل، تركيب الخلية الصغيرة دي. إزاي بقدر أشوفها؟ بقدر أشوفها بالميكروسكوب. يعني نقدر نعتبر الخلية دي هي البذرة اللي بيتكون منها كل نسيج. الأنسجة اللي هي التيشوز هتجمع مع بعض تعمل لنا الأورجنز أو الأعضاء تتجمع مع بعض تعمل لنا السيستمز اللي هي الأجهزة اللي في جسمنا، اليورينري سيستم، الكارديوفاسكولار سيستم and so on. إيه أنواع الأنسجة الأساسية في الجسم؟ في النسيج الطلائي الإبيثيليال تيشو، بيبطن الأعضاء من جوه وبيغطي الجسم من بره. في النسيج الضام الكونكتيف تيشو، جاية من كلمة كونكت اللي هو بيربط الأعضاء، وبيشمل برضو البون والبلاد، هناخدهم إن شاء الله قدام. في برضو النسيج العضلي اللي هو الماسكولار تيشو، ده مسؤول عن الحركة والانقباض. في برضو النسيج العصبي النيرفس تيشو، بينقل الإشارات وبيتحكم في كل وظائف الجسم. يبقى أنا عندي 4 أنواع أساسية من التيشوز: epithelial تيشو، connective تيشو، muscular تيشو and nervous تيشو. في الفيديوهات الجاية هنفصل كل نوع نسيج وهنشوف أمثلة تحت الميكروسكوب، وهندرس الأورجانيلز اللي جوه السيل. علشان نقدر ندرس الهيستولوجي لازم يكون معانا أهم أداة اللي هي الميكروسكوب. وعلشان أستخدم الميكروسكوب مش هينفع أجيب التيشوز أو الأورجانز دايركت كده اهو وأفحصها تحت الميكروسكوب. لازم نعمل حاجة اسمها تيشو بريباريشن علشان أقدر أعمله على هيئة سلايدز صغيرة وأقدر أشوفها تحت الميكروسكوب. البريباريشن ده ليه ستيبس معينة. أول ستيب منها هي الفيكسيشن. الفيكسيشن يعني إيه؟ يعني أنا بحافظ على التيشو في حالته الطبيعية. زي ما احنا عارفين كل العينات اللي هتشوفوها في قسم الهيستولوجي دي متاخده من فئران تجارب. باخد الأورجان من الفار، أول حاجة بنعمل له حاجة اسمها فيكسيشن. ما ينفعش نسيب الأورجان بره كده اهو، هيحصل له تعفن. الفيكسيشن ده بستخدم فيه فورمالين، وبنستخدم فيه كحولات بتركيز 70% علشان أحافظ على الأورجان ده في حالته الطبيعية، يعني أكنه جوه الجسم بالظبط. علشان هنا هو احنا وظيفتنا في الهيستولوجي بندرس الخلايا الطبيعية. يعني لو أنا سبت الأورجان ده بره كتير هيتحلل، يبقى أنا كده ما درستش حاجة طبيعية، صح؟ فاحنا أول حاجة لازم أعملها الفيكسيشن. بعد كده باختصار هنعمل حاجة اسمها ديهايدريشن. ديهايدريشن مقطع دي يعني إزالة، هايدريشن يعني مية. فالخطوة دي بنستخدم فيها كحولات بتركيزات مختلفة علشان أشيل أي بواقي فورمالين أو أي بواقي كحول من اللي كانت موجودة في المرحلة اللي قبلها. بعد كده بنعمل مرحلة اسمها كليرنج، بنستخدم فيها ميثايل بنزويت وزايلول. مرحلة الكليرنج بتشيل أي بواقي من الفورمالين والألكحول. بعد كده في مرحلة اسمها انفلتريشن أو امبريجنيشن. المرحلة دي بنحط العينة اللي احنا عملناها في شمع. الشمع ده مسيحينه على درجة حرارة عالية جدا اسمه شمع البارافين، وبنسيبه في الفرن. بعد كده آخر مرحلة اللي هي الامبيدنج، نطلعه من الفرن ونسيب الشمع ده ينشف شوية، نحطه بقى نصبه على قوالب خشب ونبدأ نقطعه سلايسز بجهاز اسمه الميكروتوم. قبل ما نكمل عاوزين نتعرف على أنواع التيشو سيكشنز اللي احنا بنستخدمها. أشهر حاجة وأهم حاجة اللي هو البارافين. البارافين سيكشن هو اللي بنستخدمه في الغالب، يعني هو الموست كومن تايب. بس مشكلته زي ما احنا قلنا بنستخدم فيه درجة حرارة عالية جدا، يعني من الآخر مش هيحافظ على الليبيد ولا هيحافظ على الإنزيمز. يعني أنا لو عايزة أفحص ليبيد أو إنزيم في أي تيشو لازم أستخدم طريقة تانية. نوع تاني من السكشنز اسمه فروزن سكشن. الفروزن سكشن أهم حاجة تعرفها عنه إن هو الموست رابيد. يبقى البارافين كان الموست كومن، لكن الفروزن سكشن موست رابيد. في نفس الوقت احنا ده فروزن، مش بستخدم فيه درجات حرارة عالية، فبيريزيرف بيحافظ على الإنزيمز والليبيد. البارافين أو الفروزن سيكشن بنستخدمه في اللايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي. لو إحنا هنستخدم الميكروسكوب الإلكتروني يبقى هنستخدم سيكشن اسمه بلاستيك سيكشن. يبقى إحنا عندنا 3 أنواع من السيكشنز: بارافين سيكشن، موست كومن
but not reserve enzymes or lipids. Frozen section most rapid reserve lipids and enzymes. Plastic section 4 EM. قبل خطوة فحص التيشو بالميكروسكوب هنضطر نعمل حاجة اسمها staining، علشان أنا لو في المرحلة دي جيت أبص على التيشو هلاقيه أبيض، مفيش حاجة واضحة خالص. الستينينج عاوزاكوا تبقوا عارفين إن فيها types. في حاجة اسمها general stain. الجنرال stain دي اللي هتشوفوها أغلب الوقت اللي هي الهيماتوكسيلين and eosin. نبقى عارفين إن الهيماتوكسيلين ده basic dye، إذن هيمسك في acidic structure زي النيوكليوس مثلا، هيصبغها باللون الأزرق. عشان كده بنسمي النيوكليوس الأسيدك structure اللي مسك في البيزك داي بسميها بيزوفيليك. الإيوسين أسيدك داي بتمسك في بيزك structures زي الميتوكوندريا زي الRER، علشان كده بسمي البيزك structure اللي مسكت في الأسيدك داي أسيدوفيليك structure. تاني نوع من الستينز عندنا اسمه specific أو special stain. الجنرال من اسمها جنرال بتصبغ أكتر من حاجة في الخلية، لكن السبيشال ستين أو السبيسيفيك ستين بتصبغ حاجة محددة، حاجة ما قدرتش أشوفها بالجنرال، فبنضطر نستخدم صبغة خاصة بالحاجة دي بس تبينها هي بس. one stain one structure. هناخد examples عليهم إن شاء الله قدام. تالت نوع اللي هو الفيتال ستين. الفيتال ستين دي صبغات بتتحط على الخلايا وهي عايشة جوه الجسم، حاجة بنقول عليها in vivo، يعني بصبغ الخلية من غير ما نقتلها. بنستخدمه أصلاً علشان أقيم الفيابيليتي بتاعت الخلية، بشوف الخلية دي عايشة ولا لأ. زي مثلاً صبغة اسمها تريبان بلو بيدخل بس للخلايا الميتة، في الحالة دي هقدر أميز بين الخلايا الحية والخلايا الميتة. الصبغة بتدخل للخلية بحاجة اسمها diffusion or phagocytosis. يعني إيه diffusion؟ يعني بالانتشار بتمتصها الخلية، أو phagocytosis الخلية بتاكلها. طيب في نوع تاني اسمه histochemical and cytochemical methods. النوع ده بيدي معلومات دقيقة عن المحتوى الكيميائي للخلايا، يعني بشوف بيه الإنزيمات مثلا بنستخدمه في تشخيص أمراض معينة، فبيبقى مفيد جدا في الأبحاث. في الغالب ببقى مستخدماه على فروزن سيكشن. عندي فيه طريقتين، في كيميكال ميثودز وفي فيزيكال ميثودز. كيميكال بتعرف على حاجة زي مثلا الجلايكوجين بصبغة اسمها BAS. فيزيكال ميثودز زي مثلا فيتامين A بيبقى ليه خصائص فيزيائية معينة، زي إن هو بيدي مثلا لون فلوريسنت معين، بنقول عليه إن هو fluorescent substances، فبقدر أشوفه بالطريقة دي. النهاردة هنتكلم عن الميكروسكوب. بعد ما عملنا preparation للتشو وجهزنا السلايد وعملنا الستينينج، جت بقى مرحلة الفحص. الميكروسكوب وظيفته معايا إن بيعمل حاجة اسمها magnification، بيكبر الصورة. إحنا السيلز والحاجات دي كلها too small to be seen by human eyes، علشان كده اضطرينا نستخدم ميكروسكوب علشان أشوف بيه. الميكروسكوب بقى وظيفته هنا إنه بيعمل magnification، بيكبر الصورة من غير ما تفقد الدقة بتاعتها اللي هو الريزوليوشن. يعني الماجنيفيكيشن ملوش أي لازمة من غير الريزوليوشن. زي مثلا لو معاك كاميرا عادية خالص جيت تصور بيها ونيجي بقى نكبر الصورة نلاقي الصورة التفاصيل بتاعتها راحت. الكلام ده مش بيحصل في الميكروسكوب، يعني ممكن نكبر باللايت ميكروسكوب لغاية 1000 مرة والصورة تبقى محافظة على كل تفاصيلها. ده هيودينا بقى لحاجة في الريزوليوشن اسمها power of resolution أو resolving power. دي عبارة عن shortest distance between two details below which they appear as one, or the smallest diameter of an object below which it cannot be seen at all with the microscope. الهيومن اي limit of resolution بتاعها 2/10 ملي، يعني آخرها يكون بين ال two objects دول مسافة 2/10 ملي عشان أقدر أشوفهم two object. طيب limit of resolution of light microscope 2/10 مايكرون، الملي 1000 مايكرون، فده دقته أعلى بكتير. limit of resolution of electron microscope 2/10 نانو، المايكرون 1000 نانو. يعني كل ما limit of resolution كان رقم قليل كل ما كان الريزوليوشن باور أحسن وأحسن. الماجنيفيكيشن زي ما اتفقنا اللي هي قوة التكبير، في اللايت مايكروسكوب اللي عندنا هيبقى فيه قوة تكبير 50 وفي 100 وفي 200 وفي 400 في لغاية 1000 في العدسات. الإلكترون مايكروسكوب ممكن يكبر 100,000 مرة وأكتر. الإلكترون مايكروسكوب ليه أنواع، في نوع اسمه ترانسميشن إلكترون مايكروسكوب. أول حاجة هو الإلكترون مايكروسكوب ده بيستخدم الإلكترونات علشان يوضح الصورة أو يكبر الصورة، فبتعدي الإلكترونات من خلال العينة بتدينا صورة 2D مسطحة كده 2D بتوضح التفاصيل اللي جوه الخلايا زي الأورجانيلز مثلا. طيب في حاجة اسمها سكانينج إلكترون مايكروسكوب، إلكترونات بتمسح سطح الخلية بتدينا صورة 3D. ده هيفيدنا جدا في دراسة التفاصيل السطحية للخلية والشكل الخارجي ليها.
اللايت مايكروسكوب أهم حاجة نبقى عارفين أجزائه. أول حاجة الأوكيولر لينس بتكبر 10. في عندنا الأرم، في بيز، في ستيج، في أوبجكتيف لينسز اللي هي على طول على العدسة. هي الأوبجكتيف لينسز دي هي اللي كل عدسة فيهم بتكبير معين. في جزئية كمان عندنا اسمها سيل أند تيشو كلتشر. دي يعني إيه ببساطة؟ يعني زراعة الخلايا والأنسجة. يعني أنا بحافظ على الخلايا والأنسجة حية وببدأ أدرسها بره الجسم جوه المعمل في ظروف إحنا اللي بنتحكم فيها. ده بنسميه إن فيترو. طيب بستخدمها في إيه؟ أول حاجة بتخليني أقدر أشوف الخلايا الحية بعيني وأتابعها. تاني حاجة في تجارب ما ينفعش أعملها جوه الجسم، ممكن تكون معقدة أو خطيرة، لكن أقدر أعملها جوه المعمل بأمان. بتساعدني كمان إني أفهم تركيب الخلية ووظيفتها، ده مهم جدا في الأبحاث. برضو بستخدمها في التحاليل الجينية والكروموسومية علشان نعرف ندرسهم بدقة. وكمان بتساعدني أعرف إيه اللي بيحصل في الخلايا لما تتحول لخلايا سرطانية. يعني بقدر أتابع التغيرات الجزيئية اللي بتحصل على مستوى الخلية في مرض السرطان. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدوسوا لايك واعمل سبسكرايب للقناة لو عاوز تفهم الهيستولوجي.